السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني خواتي، أهلا وسهلا بكم على قناة فؤاد تازا. يبدو أن الجزائر دخلت مع المغرب في حرب من الحروب الأخرى، وهي الحرب السيبرانية. بعد أن أحرز المغرب عدة مكتسبات كبيرة بخصوص قضية الصحراء المغربية، خصوصا في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تعرض المغرب لهجوم سيبراني من طرف النظام الجزائري، حسب ما جاء في وصف الحكومة كما جاء في الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى باتياس. وإن لم يسمي البلد، بل أشار بأن الهجمات السيبرانية التي تعرض لها موقعا إلكترونيا رسميا تقف وراءها جهات معادية، وبالطبع لم يكني من هي هذه الجهات المعادية، وهي معروفة بطبيعة الحال هو النظام الجزائري. باتياس وخلال الندوة الصحفية الأسبوعية قال أن هذه الجهات أدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ذكر المسؤول الحكومي أنه اتضح بعد التحقق من صحة التسريبات أنه شابه بعضها جملة من المغالطات وتشويه المعطيات، مشيرا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أشعرت السلطات القضائية المختصة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة، وأكد أن ذلك يعد فعل إجرامي أصبحت عرضة له العديد من الدول والمؤسسات، مضيفا أن هذه الهجمات السيبرانية محاولة لتشويش على نجاحات بلادنا وانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية. والهجوم تزامن مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحرائه. لكن يأتي الرد من أبطال مغاربة في هذه الحروب السيبرانية، ومتفوقون معروفين أن المغاربة متفوقون في هذه الحروب أكثر من الجزائر. فهكذا يرد هاكرز مغاربة باختراق موقع مؤسسات البريد بالجزائر ويستولون على بيانات حساسة. هؤلاء القراصنة أطلقوا على أنفسهم اسم فانتوم أطلس، حيث اخترقوا الموقع الإلكتروني الرسمي للتعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات بالجزائر، حيث اخترقوا المنظومات الإلكترونية لعدد من المؤسسات الجزائرية بكل سهولة، جاعلا كمية ضخمة من الوثائق والمعلومات الحساسة مكشوفة أمام العالم بمنصات تيليجرام. وذكر الهاكرز المغاربة الذين سموا بفانتوم أطلس أنهم قاموا خلال أقل من 24 ساعة على اختراق الأنظمة الداخلية للمؤسسة العامة للبريد والاتصالات بالجزائر، وتمكنوا من استخراج أكثر من 13 جيجا بايت من الوثائق السرية تتضمن بيانات شخصية ووثائق استراتيجية بالغة الحساسية. والأمر لم يتوقف عند هذا. بحسب تصريحات فانتوم أطلس،
بل تمكنوا من الوصول إلى وثائق داخلية تابعة لوزارة الشغل الجزائرية تكشف عن خلل بنيوي وسوء تسيير داخل مؤسسات الدولة. إذا هذه العملية كما قلت تأتي ردا على اختراق سينيسيس من طرف النظام الجزائري عبر هذه الحرب السبرانية، ووجه القراصنة المغاربة على المسمون بفانتوم أطلس رسالة إلى الحكومة الجزائرية جاء فيها: نحن قادرون على استفزاز مستقبلي سيقابل برد دقيق وغير متناسب. الصحراء المغربية ليست محل نقاش، ستبقى تحت السيادة المغربية الكاملة، ولن يتنازل المغرب عن شبر واحد منها. هذه ليست مجرد عملية سبرانية، إنها رسالة ردع وتحدي. لن نبقى صامتين أمام أي عدوان يستهدف المغرب أو سيادته، فكل عمل عدائي سيقابل برد واضح. إذن الهاكرز المغاربة اعتبروا ذلك ليس سوى رسالة وليست سوى البداية، بمعنى أن هناك تهديد برد سيكون أقوى في حالة ما إذا ما تكرر الهجوم السبراني الجزائري على المواقع المغربية. إذن السن بالسن والبادئ أظلم. شكرا لكم إخواني أخواتي، وإلى اللقاء.